بخاله 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 بزاف، راه ما يمكنش البخل شحال متمكن منهم. عيد مبارك سعيد حبابي، تعيدوا تعاودوا بالصحه وبالهنا وبالراحه وباش ما تمنيتو يا ربي يا كريم. واخا جات معطله راه اكثر من اسبوع دابا باش داز العيد، ولكن المهم انني نسلم عليكم ونبارك لكم والعقبه الاعياد الماجيه ان شاء الله. مع البنات الفواكه ما غاديش نغسلها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. الفيديو ديال اليوم تكمله للفيديو السابق. المهم اجواء العيد، واحد 5 ايام بحال هكا قبل العيد. المهم كي شفتوا في الفيديو اللي فات كنت خملت الدار عقمتها نقيتها، ولكن دارت لي في الخوا قالت غادي نبدل الحيط اللي فيه التلفزيون، ندير هاد بديل الخشب هذا. عيطت لهم غير في التليفون جابوا لي هاد الكتالوج هذا باش نختار اش من اللون اللي بغيت، حيت انا كنت كنفكر في الرمادي وين عاوتاني تولي الدار كامله رمادي ما زويناش. وفي نفس الوقت جابوا لي هاد الكتالوج ديال ورق الجدران، كنت كنختار منه باش نديرو في السفره، في الصاله اللي فيها السفره اللي فيها الطبله ديال الماكله. عرفتي ملي كيكون بزاف ديال الخيارات كتحيري ما كتعرفي شنو تختاري بالضبط، وكي قلت خليني نبقى انا في الالوان المحايده الفاتحه اللي كتعطي مساحه يعني. فقلت غادي ندير غير الابيض وصافي، كان عجبني هذا اللون هذا حمقني واللي درت غير البيض. المهم ما تخلعوا ما تهشروا ما حتى حاجه. هادو ملي نهار اخر، حيت قلت لكم 5 ايام ديال الخدمه صافي. تما كيفاش كانوا كيقطعوا هذا، هنا هو كيطلع هاد بديل الخشب جا زوين. تيقولوا لي البغداج يمكن في المغرب. ها نتوما كتشوفوا الزرابي كيولاو يعني كاع داك التعقيم وداك النظافه وداك الشيء كامل مشى. سبحان الله انا كنبغي التغيير بزاف. هنايا هاد الصندوق ديال الكهرباء، عرفتوا الصندوق ديال الضوء سميتها مكانه الضوء. المكانه عرفتي شحال من خطره هما كيعاودوها وكيعاودوها وكيعاودوها. الصراحه هاد العمال الله المستعان الا ما وقفتيش عليهم نيت مصورش لكم التفاصيل، ولكن عرفتوا راه عاودوها شي 3 المرات ولا 4 وما كيعاودوا هاد المكانه ديال الضوء باش يضبطوها ليا، ومع ذلك وما تضبطاتش وماشي كيف انا كنت باغاها. انا بغيت انا ما يبانش بحال ما كايناش. المهم البنات كي كتشوفوا اختاريت هذا اللون هذا، قلت هو اللي غادي يكسر ليا داك اللون ديال الرمادي اللي عندي كثير في الدار، خصوصا اني فاش خديت الزرابي هما هادو راه كيشتو هذوك مع التكرفسو مع الخدمه وداك الشيء حيدتهم يعني ضربنا عليهم ثمن هكاك وصافي. المهم وليت خديت هادو في هذا اللون. ما صورش لكم المحل، عرفتوا عنده الزرابي كيحمقوا الدوخي. خديت جوج، وحده درتها تما لهذوك الكنب وحده درتها هنايا تحت السفره. بالنسبه للطبله البنات جبت هادو، قلت باش نسهل عليا ما بغيتش ندير هذوك اللي مذهبين وداك الشيء وداك الشيء ديما كلمه داك الشيء معايا. المهم ما بغيتش زعما نجبد الطباصل اللي فيهم الذهبي ولا اللي فيهم الزواق، لاني كنصدق غاسلهم بيدي. فجبت هادو بيضين سامبل، فاش غادي نسالي نديرهم في الماكينه ديال الماعن وهاني تهنيت. هنايا راه كان نهار الاربعاء، كان قبل عرفه بنهار، باش نعرف يا راسي زعما شنو هما الحويجات اللي غادي نستعمل. ودزت لهاد الطبيله هذه اللي غادي ندير فيها الفطور، حتى هي درت لها بحال هكا كتخليني نديرها مذهبه. حطيت الصينيه ديالي والكيسان ديالي ماشي ديال شي حد استغفر الله. المهم البراد الكيسان الصينيه حطيت هادو اللي غندير فيهم الحلويات. ودائما تنخلي انايا طبسيل ولا جوج خاويين للمرت خويا كتجيب معاها شي حاجه، فهمتوا؟ دائما انا كندير بحال هكاك، لان هي اصلا كتكون تقول لي انا غادي ندير كذا غندير كذا، فهمتوا؟ المهم هنايا كنخلقوا الاجواء وصافي لوليداتنا باش يفرحوا ونفرحوا حتى حنا، لان عيد الاضحى ماشي مجرد ذبيحه. وهذا راه قال لك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. عيد الاضحى البنات راه ماشي غير اللحام والشواوب والفاف، لا بالعكس، عيد الاضحى راه للعباده والطاعه وشعيره من شعائر الله عز وجل. المهم البنات هنايا كانوا عندي بزاف ديال الشغال، مشيت كنقضيهم. كان في الصباح ديال نهار الاربعاء، ماشي الصباح يعني مع الظهر، كان سخون الحال. خرجت انا وولدي تا هو كان عنده ما يتقضى، ودخلت لهذا سميتو كنز اولا كنوز. اول مره نجي ليه، اول مره ندخل ليه، لانه كان حدا الادارات اللي حنا كنا بغينا نقضيو فيها شي غرض،
وليت دخلت تقديت منه، خديت الخضار والفواكه اللي خاصيني. كانوا حاطين سلات باحجام مختلفه واشكال مختلفه واسعار مختلفه. انا شنو درت؟ خديت الفواكه، قلت غادي نصايب السله ديال الفواكه الراسي وصافي. دابا غادي ندوز باش نصايب سلات الفواكه. عندي هنايا السله ها هي، ما باقيش خديت هذوك اللي جاهزين. صراحه جيت قلت زعما هذيك كاينه اللي ب 200 كاينه اللي ب 180، اصغر وحده ب 150. قلت خلينا ناخذ فواكه بحال هكا ونعرف راسي شنو خديت ونقادو من راسي. الساعه الصراحه هكا طلع اغلى من السله، ولكن ما شاء الله الكميه كثيره. هذوك السلات كيكونوا حاطين من التحت الليمون كثير وشويه ديال الفواكه. المهم انا هنايا خديت هذا البلاطو ديال الرامبوطان، خديت هنا العنب الاخضر، العنب الاحمر، خديت هاد الاناناسه، خديت هنايا رمانه غادي نحتاجها، المانغو، الليمون، وخديت هذه ديال فاكهه الدراغون ما نعرف. المهم بوعويد، البنان، التفاح، خديت هذا المشماش، خديت التفاح الصغيور والكيوي والبرقوق. المهم هادشي اللي خديت. فواكه ما غاديش نغسلها، غادي نمسحها وغنحطها هنا في السله. غادي ناخذ واحد الكميه ونقطعها ونحطها في الطبسيل، واللي بغى الفواكه يمشي يغسلها ويحطها. فهمتوا؟ انا بالنسبه لي هذه الطريقه اقتصاديه احسن من اني ناخذ سله جاهزه. شوفوا هذه عمرات وهذه راه كبر من دوك اللي حاطين، شفتوها عامره من الداخل كامله. وشوفوا شحال ديال الفواكه مازال شايطين، يعني الطريقه احسن صراحه. صافي البنات، ها هو غلفتو وربطو بهذا الشريط مكتوب عليه عيدكم مبارك. درت ليه بحال هكذا. غادي نديه دابا نحطو وغادي نرجع نكمل. وهاد السله هذه حتى هي غادي ندير فيها نفس الشيء، وهاد السليله الاخرى حتى هي غادي نديها. ايوا هنايا دور غرفه النوم حتى هي ضروري خاصها حويجات ديال العيد. ما كنتش غناخذ، ولكن ملي شفت بان هذا المحل داير اسعار زوينه وعنده حتى القماش زوين، يعني قطن، فاخديت من عنده هاد الجوج. وخديت حتى لختي حتى هي وصاتني، خديت لها بحال. المهم هما دايرين بحال هكا، كيجي فيهم 6 ديال البياسات. كيجي هذا كديري لداخل ديالو الحشوه، و4 ديال المخد ويزار. انا خديت الابيض هذا زوين، هذا حمقني البنات. شتو كي داير هو في الابيض وفيه مطروز بالرمادي. وهنايا البنات الحشوه صيفيه زوينه، عرفتوا طبر الحشوه طيطبه غزاله فنه. هادو البنات بالنسبه للصيف زوينين، كيكونوا باردين وفي نفس الوقت مريحين. واخا كتشوفوا اللون فاتح، راه فاش كيتوسخوا كتحيدي ديك الحشوه اللي كتكون لداخل، كترميه في الماكينه ديال الصابون صافي وكيتنقاو. يعني ماشي بحال الكوفر اللي كيكون فيه القطن لداخل. هادو زوينين البنات، دائما انا هادو كناخذ منهم، فنين قطنيين ورطبين بزاف. وهذه هي الحشوه هي حليتها، شوفوا هنا كي دايره. وهادي غير حشوش دايرين فيها هاد الوريضات بحال هكا باش شادينها يعني من الداخل. كاينه واحد الطريقه ما عرفتش كي ندير نصورها لكم. بعدا سمحوا لي على طريقه التصوير وعلى الصوت، لان المكيف ملي كيكون خدام كيعطي واحد الصوت مزعج. المهم ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه كيفاش تدخلوا الحشوه في هذاك اللي زار من الداخل، لان هنايا حاولت زعما نصور لكن ما واضحش. تكون معايا بنتي ونشوف شي طريقه باش نصور يكون واضح مزيان. المهم هنايا غير كتبقاو تدوروا بحال هكا، كتجي ساهل. كنت شفتها في اليوتيوب شحال هادي، ومره كنت كنتعذب، ما كنتش كنعرف، كنت كنتعذب باش ندخل هذيك الحشوه في ليزار. المهم البنات فرشت البيت وقديت، وانا كيعجبني الابيض بالنسبه لليزور والنوامس. كيجيني البيض
بالعكس كاين اللي كتقول لك راه دغيا كيتوسخ، ولكن لا، انا كيجيني مريح اكثر من اللوانات الاخرين. المهم البنات، هذا النهار هذا ديال الاربعاء ها هو داز. الغد ليه كان الخميس اللي هو كان عرفه، الله يتقبل، كنا صايمين. المهم قدينا شحال من غرض في الدار، ومن بعد خرجنا باش نتقداو اخر تجهيزات للعيد ان شاء الله. شوفوا شنو لقيت، عرفتي سبحان الله العظيم. انا عندي داك الاخر اللي هو ديال الدجاج، وهذا الزرق تاع اللحم خديت واحد بلاتي. ها جيت كنتقدى، خديت هذه وخديت دابا هذا غزال ودابا شوكولات. ولقيت حتى الكيسان، ولكن اللوان ديالهم ما عجبونيش. صورت لكم والو لان فايته صورت لكم ديك المره فاش جينا هنايا للمهرجان. المهم هذا هو الجو العام. هاد الزربيه غتجيني زوينه خديتها. المهم البنات فطرنا انا وبنتي تما، حيت ما حسيناش بالمغرب اي متاذن علينا. فاش كنا كنتقداو في هذاك السيتي ناس لقينا هاد الشوكولاته دبي وخديناها شربناها مع القهوه. دابا غادي نعطيكم رايي فيها. بصراحه انا عجبتني، هي راه اشكال وانواع. الصراحه والله حتى زوينه شوكولاته دبي، بنينه. علاش ما كتعجبهمش ياك غلط؟ زوينه بنينه. انا من كثر ما الناس كيقولوا لا ما زويناش ما عجبتنيش. يمكن حيت كتعجبني انا الكنافه. المهم بنينه. فطرنا هنايا اختي، كنتسناو القيمات، عندهم اتاي. بالنسبه للقيمات كيصايبوهم تما، كيطيبوهم في ديك اللحظه. المهم جاو سخان ومقمشين زوينين. بنتي هنايا خدات النودلز، انا ما عنديش معاه. البنات غنمشي للدار ونشارك معكم داكشي اللي خديت. وهذا ورق العنب. شي بيضين بحال هكا الشريط اليومي نديرهم بحال هكا. شفتوا عجبوني هادو هكا. خديت هاد الطوسين ديال الطاوس الزرقاء كيما لكم عندي الاحمر. خديت هادو ديال القهوه. خديت هاد المبخره هادي صغيره. خديت هاد الديكور. خديت هادي ديال العيد الكبير، عيد الاضحى. خديت هادي تجي زوينه. صافي معصره الحنه وخلاص حوايج العيد. وخديت هاد الزربيه هادي، شفتو كي دايره زوينه. شوفي فرشتها هنا جات زوينه، سواء هنا ولا نكحزها مثلا بحال هكا. شتي الشكل ديالها زوينه. وهنايا صباحت العيد البنات. فقنا بكري، مشينا لصاله العيد. ولدي مشى مع باه وانا مشيت مع بنتي. رجعت بنتي دخلت نعسات، وانايا هنايا كنت كندير البخور. ودخلت للكوزينه. هنايا درت بغرير، هو رديتو. وهنايا بطيبيطات كنرصهم. شناهي؟ ايوا البنات، وهادو هما اجواءنا. جا عندي خويا ومرت خويا وليداتو. درت هنا مسمنات، درت بغرير فريش. قديت الكيكه في هذاك الصباح، كيكه ديال الليمون. عصوره جات لذيذه، جات بنينه. هنا كنت كنسقيها بالليمون، صفيتو ودرتو يسخن لان الكيكه كانت بردات.
السمعه ما دهنتهاش بالطحين، لصقت ليا واحد شويه. المهم هذه هي الطبيله ديال العيد غادي نشاركها معكم. هنايا بغريرات درت لهم الزبده والعسل والويسون بحال هكا، المسمينات حتى هما الويسون باش كيجيو زوينين في المنظر في الحطه، وفي نفس الوقت ساهلين في الماكله للوليدات بحال فيه خط ذهبي. صافي هنايا هاد الكيك هادي اختي صافي جاهزه مكتوب عليها عيد مبارك، زوينه. المهم زوقنا، مرت خويا جابت هادو هاد الكيك الصغار هادو، وجاب الطبسيل ديال الحلوى، جابت هاد القرص. هاد الطبسيل هذا هي اللي جابته. وقديت الكاب كيك درت فيه دوك عيد مبارك بحال هكا. المهم درنا الاجواء ديال العيد وصافي. جا خويا مسكين عيدنا. المهم دائما هو تيعيد ولادي، كل عيد ضروري انا كنعيد وليداتو هو كيعيد ولادي، لان العيديه راه ماشي فلوس، هي راه رمز، زعما كانني فرحانه بيك وحاسه بالوليدات وباغي نشارك هذيك الفرحه مع الوليدات، كنفرحهم كما انا فرحانه بالعيد كنفرح الوليدات. شنو هي كيك اوف كورس. والعيديه راه عندها معنى كبير، ماشي على داك شويه ديال الفلوس اللي تقدر تفرح بيه داك القلب ديال الوليد الصغير ولا داك خوك ولا اختك، ولا الموضوع اعمق من هذا الشيء بزاف. العيديه راه كتعبر على المحبه ديالك لداك الانسان اللي كتعطيه العيديه، فهمتي، كتفرحوا في داك النهار ديال العيد، عرفتي كيتسناوها من العيد للعيد. بصراحه نقولها لكم بصراحه كنتعجب انا من اللي كيكونوا عنده ما شاء الله الفلوس وكتجيه ثقيله ولا ما عرفت كيفاش. راه هذاك انك ما عطيتيش عيديه لوليد الصغير وانت ما شاء الله عندك الفلوس، ولا انت عندك الفلوس وما فرحتيش هادوك الولاد ولا دوك البنات. المهم هو كيعني واحد من جوج، اما انك بخيل شحيح، يا اما انك ما كتحملش هذوك الوليدات، ولا بالنسبه لك الا عطيتيهم ديك 100 درهم ولا 50 درهم ولا 10 دراهم ولا 5 دراهم ماشي بالفلوس شحال، المهم غير ديك الفرحه اللي كتفرح الوليدات ما استخسرتيها فيهم، معناتها انك ما كتحملهمش. المهم هنا مباشره دزنا البنات للكوزينه، جبدنا الكبده ديالنا والكوتليت اللحم، هذاك الشيء كامل ديالنا. بالنسبه للراس خليته حتى الغد ليه، عاد غادي نطيبو لان فيه الخدمه بزاف، وزيتون كيسلخوه ما فيه 100 كال هي 20. بالنسبه للاضحيه البنات دائما كنقولها لكم في الامارات راه كاينين مؤسسات يكونوا مختصين، كتمشي لعندهم كتختاري الاضحيه اللي انت بغيتي، وخا هي في التليفون في الواتساب كيجيبوها لك مقرضه جاهزه بالكبده بكل شيء داكشي ديالها صافي. وحنا راه كنا خدينا الصوصات، خدينا الكوتلات، خدينا، لان الاضحيه راه كتقسم لثلاثه ثلث زعما للصدقه، الثلث للاهل والاحباب وهذا، والثلث هو اللي كتاكلي منه انتيا. انا كاين اللي ما كياكلش الكبده، ولادي خلاص ولاد خويا ما كياكلوش الكبده نهائيا، درنا لهم الدجاج، درنا لهم الكوتلات وداكشي اللي هما كيبغيو. صافي البنات هكا دازت اجواءنا ديال العيد. كنتمنى هذا الفيديو نكون يعني شاركت معكم فيه لحظات زوينه، واخا الصراحه راه المونتاج كيجيني ثقيل بزاف، ولكن كنقول معليش. المهم واخا غير يبقى ليا انا في قناتي ونشارك مع دوك الحباب اللي دائما تكتبوا لي تعاليق زوينه. المهم هنا البنات كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. بسلامه عليكم حتى نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.